وتهدى البس عبية. طول عمره راجل كان ملوي هدومه عند الوراية من اول يومه، وفي ليلة حمراء والدنيا ضلمة حصلت له صدمة وقال ده عادي. وهي جنبه جنينة بمبي قالت له صيني قال لها انتي طفي النور رش بخور يلا عملت الدور. وبعد ثواني فضل في مكانه محلك سر تقولش جعر، بصت له بص ما بعدها بصة لقيته قطة قال لها لا ده انا وحش الشقة بلاها فور وطفي النور انا داخل انام مش ههد الدور. وقابله صاحبه وقال له قصدي قال له مالك فيه يا صاحبي بصله بحسرة وبعينه كسرة التاني فهم انه بالأسرة. كل شفقة قلبه عادي ايه يا صاحبي كان يوماتي ما تشيلش هم وكفاية غم نفض وكبر كحالاتي، بس الأهم لا والمهم اسمع كلامي روح هوام خلي الحوار عوام يتلم قبل الفضيحة يرشي الميان. وده كان قاعد حالته حالة بص لقى إعلان زبالة سعادة زوجية في العلبة دي على إيه ضحك وقال أخيرا فرجت أنا النهاردة هنام وأنا هثبت راح وطالب ومية شارب بلعها بسرعة وعلى الأوضة قالت وده داخل اوضته واخد فوطه قال اجرب وهيقرب راح مسرب ولا زغرت له زغره شافته بقر قالت له بره عيب يا راجل مش كل مره. وراح لسيد صاحبه حبيبه اخر يوم كان من نصيبه فتحت جماعته وسألها فين قالت له جوه نايم في سريره دخل له صوته ونادى عليه عمل عبيط وسابه يزيد لما دخل عنده البيت وبكل كسوف بص له بخوف قام قايل له انا عندي ظروف المدام بتشوفني خروف اعمل ايه ده انا لسه اشوف. عوجها عليه وقال له يا بيه هقول لك حل انما ايه مفيش مرضيه في الليله دي بص عليا انا اعمل ايه كل ده وحلك بسيط فتح الدرج طلع شريط مكتوب على العلبه الداريه قال له انت هتبقى مية مية مكتوب على العلبه الداريه قال له انت هتبقى مية مية ماشي والعلبة في جيبه فرحان خلاص هيداري عيبه ماشي والعلبة في جيبه فرحان خلاص هيداري عيبه. دخل البيت وقلبه حديد واثق في نفسه مع الشريط دخل البيت وقلبه حديد واثق في نفسه مع الشريط طلع شريط